قطر تستنجد بالمغرب، فما السر وراء هذا القرار؟ في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، شهدت مطارات قطر تهديدات مباشرة بصواريخ ودرونات إيرانية، ما اضطر السلطات القطرية إلى اللجوء إلى المغرب كمأوى مؤقت لأسطولها المدني. هذا التحرك يعكس مكانة المغرب المتميزة كدولة مستقرة سياسياً وأمنياً، قادرة على توفير الملاذ الآمن في أوقات الأزمات. المملكة خيار استراتيجي لا يأتي من فراغ. المغرب لم يصبح نقطة ارتكاز عابرة صدفة، بل نتيجة لمزيج من المقومات الجيوسياسية والاقتصادية. استقرار سياسي وأمني يحمي مصالح الدول الصديقة، موقع جغرافي فريد يربط بين أوروبا، إفريقيا والأمريكيتين، واجهتان بحريتان على البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، ما يضمن حرية الحركة البحرية والتجارة الدولية. بنية تحتية متطورة في الموانئ والمطارات تتيح استقبال وتخزين كميات ضخمة من الطاقة والبضائع. مشاريع استراتيجية لتخزين النفط والغاز. في سياق تعزيز هذه المكانة، طلبت عدة دول خليجية من المغرب تسريع إنجاز مشاريع عملاقة لتخزين النفط والغاز على أراضيه، في خطوة استراتيجية لضمان احتياطياتها وتأمين الأسواق العالمية. وفي مقدمة هذه المشاريع يبرز ميناء الناظور غرب المتوسط، المرشح ليصبح منصة كبرى لتخزين النفط ومصفاة من بين الأكبر إفريقياً، مع تقدم الأشغال بحوالي 80%، ما يؤكد بدء العد العكسي لتدشين هذا العملاق اللوجستي. من بوابة عبور إلى مركز ثقل إقليمي. اليوم المغرب لا يقتصر على كونه محطة عابرة للطاقة والبضائع، بل يتحول إلى خزان استراتيجي للطاقة ومركز ثقل إقليمي جديد. هذا التحول ليس مجرد خبر عابر، بل مؤشر على إعادة رسم خرائط القوة والاعتماد في المنطقة، حيث أصبح للمملكة دور محوري في استقرار أسواق الطاقة العالمية وتأمين خطوط الإمداد الحيوية.